تصريح ناري من مدرب منتخب مصر حسام حسن قبل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد أو حصري. علق المدرب المصري حسام حسن وأدلى بتصريحات مثيرة جدا نقلتها الإذاعة المصرية منذ قليل، وذلك قبل انطلاق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري. قال حسام حسن: أكيد الشعب المصري كله مستني مباراة القمة، مش جهاز المنتخب بس اللي مستني المباراة. الأهلي والزمالك قطبين الكرة المصرية وليهم شعبية كبيرة جدا في مصر والوطن العربي بالكامل. الماتش ده هيفرق كتير مع اللي هيكسب من الفرقتين. لو الزمالك كسب مثلا هتلاقي فيه استقرار في كل شيء سواء فنيا أو إداريا، ولو الأهلي كسب المكسب هيساعده كتير في بطولة دوري أبطال إفريقيا، خاصة إن عنده مواجهة بعد أيام في البطولة. احنا بقى كجهاز فني لمنتخب مصر مش بيفرق معانا مين يكسب ومين يخسر. احنا كل اللي فارق معانا إن اللعيبة كلها تظهر بشكل كويس في الملعب، لأنه في النهاية المنافسة دي بتصب لصالح منتخب مصر، وده اللي احنا عاوزينه كجمهور وكجهاز فني علشان ربنا يكرمنا في اللي جاي. وهرجع أأكد تاني، مفيش لاعب حاجز مكانه في المنتخب. كل اللعيبة سواء في الأهلي أو الزمالك أو في أي فرقة تانية في مصر، كل الناس عندها فرصة إنها تثبت وجودها وتكون موجودة في المنتخب وتشارك كمان في كل البطولات القارية اللي هيشارك فيها منتخب مصر. هذا ما قاله حسام حسن منذ قليل للإذاعة المصرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.